العاشرة تماما بتوقيت العاصمة أسمرة. إلى حضراتكم نشرة الأخبار مستهلة إياها بالعناوين. إصابة 23 مواطن بفيروس كورونا اليوم. إعداد 650 شتل أشجار للخريف في القاش بركة. زيادة مشاركة المرأة في التعليم في طرونا. مقتل أكثر من 60 شخصا في حريق بمركز لعزل مرضى فيروس كورونا في العراق. رئيس كوبا يتهم واشنطن بإثارة اضطرابات اجتماعية ببلاده. والاتحاد الأوروبي يؤكد تطلعه إلى بداية جديدة مع إسرائيل. ومن العناوين إلى التفاصيل، مرحبا بكم. إعلان وزارة الصحة. أعلنت وزارة الصحة أن الفحوصات المخبرية التي أجريت اليوم 13 من يوليو في مراكز العزل في أقاليم عنسبة والجنوب وشمال البحر الأحمر والأوسط أظهرت إصابة 23 مواطن بفيروس كورونا. وظهرت 8 من الإصابات في إقليم عنسبة، 5 في كرن و3 في قلب و6 في الإقليم الجنوبي، 3 في عد قيح و2 في صنعفة و1 في إندا قرقيس، و5 إصابات في شمال البحر الأحمر، 4 في مصوح و1 في أفعبت، وكذلك 4 إصابات في أسمرة بالإقليم الأوسط. في غضون ذلك شفي 64 مريض كورونا، 40 من الإقليم الأوسط و18 من إقليم القاش بركة و6 من إقليم جنوب البحر الأحمر، ووفاة امرأة من إقليم عنسبة تبلغ من العمر 60 عاما. وبهذا بلغ عدد المصابين بفيروس كورونا في البلاد حتى الآن 6327، شفي منهم 5906 وتوفي 30 مريض كورونا، فيما لا يزال 391 مرضى يتلقون العلاج في المستشفيات. وزارة الصحة 13 من يوليو 2021. أعلن ممثل سلطة الغابات والحياة البرية في إقليم القاش بركة السيد تخستيك فلاماريام إعداد حوالي 650 شتل أشجار لقرصها في الخريف ضمن الحملة الوطنية للتشجير وإصلاح مساقط المياه. وذكر إقامة المشاتل في بارنتو وغردات وتسني وأم حجر وتخنبياه وعدن أمن ومنصورة وشامبوكو. ولأن أغلب مصادر مياهها دفن بالسيول، فإن العامل منها هي مشاتل بارنتو وغردات وعدن أمن فقط، وتقوم بإعداد 31 نوعا، 62% منها مستوطنة. وأشار إلى إعداد شتول الأشجار التي تشهد الانقراض لتدعيم أنشطة التشجير الفردية والجماعية. وقد قام ممثلي المؤسسات الحكومية والدينية بزيادة للمشاتل لتعزيز أنشطتها. وأوضح الزائرين بأن الفجوة كبيرة بين التشجير والاقتلاع، حيث يخيم مخاطر كبيرة على الغطاء النباتي في إقليم القاش بركة، ويجب العمل المنسق لنمو جميع الشتول للوصول إلى النتائج المرجوة والسيطرة على اقتلاع الأشجار واتخاذ الإجراءات الصارمة على مقتلع الأشجار واتخاذ القرى مسؤولية التشجير وحماية الأشجار. ودعا ممثل سلطة الغابات والحياة البرية في إقليم القاش بركة السيد تخستيك فلاماريام كافة قطاعات المجتمع منح الأولوية للتشجير ورعاية الشتول حتى النمو الكامل. انتظم يوم 10 من يوليو بمدينة بولونيا الإيطالية مهرجان إريتريا السنوي في إيطاليا. وينظم المهرجان هذه السنة باحترام الإجراءات الاحترازية لمكافحة وباء كورونا بمشاركة محدودة تقتصر على الجهات الإدارية للتنظيمات الإريترية من 16 مدينة إيطالية، ومتابعة الكثيرين للفعاليات عن بعد عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وهنأ مسؤول الشؤون السياسية في الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة السيد يمان قبراب في رسالة وجهها للمهرجان بالفيديو تنظيم المهرجان بالمشاركة الشخصية متجاوزين وباء كورونا الذي يمضي في عامه الثاني.
من جانبه أوضح سفير إريتريا في إيطاليا السيد فيسهاتيون بيتروس أن المهرجان يعكس ارتباط مواطن المهجر مع وطنه وثقافته وهويته، وشكر المساهمين لإنجاح تنظيم المهرجان. وقال مسؤول الشؤون والشعبية والمجتمعية السيد جرماي هابتا ميكائيل إن تنظيم المهرجان هذه السنة بمشاركة محدودة يعكس العزيمة الإريترية ومؤشر للمهرجانات الزاهية التي ستنظم بعد زوال وباء كورونا. ويشمل مهرجان إريتريا 2021 في إيطاليا كلمات تضامن وفيلم وثائقي عن المهرجانات السابقة وبرامج عن تجارب قدام الأعضاء في بولونيا وأنشطة ترفيهية. زادت مشاركة المرأة في التعليم في صارونا بنسبة 465. ودعا مسؤول الخدمات الاجتماعية في المديرية الأستاذ سليمان محمود في التقرير الذي قدمه في الاجتماع التقييمي تعزيز دور المعلمين وأولياء الأمور وإدارات الضواحي لتحسين نتائج الطلاب. وأوضح مسؤول الخدمات الاجتماعية السيد هايلي منقشا بالدعم الشعبي للمعلمين، مؤكدا أهمية توطيد العلاقة بين أولياء الأمور والمعلمين والطلاب إنجاح العملية التعليمية. وذكر مسؤول التعليم في الأقليم الجنوبية الأستاذ هابتزجي كيداني الدور الكبير للمعلمين للعمل بالتعاون مع المجتمع. وأشار الاجتماع إلى التأثير السلبي لنقص المعلمين وعدم وجود أسوار في بعض المدارس ونقص المكاتب في العملية التعليمية، منادين العمل لحلها. تلقى 28 من أعضاء وزارة الزراعة في 6 مديريات ومكتب إقليم شمال البحر الأحمر دورة تدريبية في الإحصاء والمعلومات الآنية. وتضمنت الدورة المنتظمة في قنداع من 21 من يونيو وحتى 5 من يوليو تحليل المعلومات وتنفيذ الدراسات واستخدام برامج الكمبيوتر. وأوضح المدير العام لقسم الإحصاء ونظام المعلومات الجغرافية سيد عبد الله إدريس أهمية تحليل المعلومات جيدا وتنقيحها وتوثيقها لاتخاذ القرار وإنجاز الأعمال. من جانبه أوضح المدير العام لقسم الزراعة والأراضي السيد ميكائيل تكيئي أهمية الدورة التدريبية وآنيتها، وسيستمر تنظيمها بصورة واسعة لتحقيق الأهداف المرجوة. جرت في مديرية مغولو انتخابات إدارات الضواحي في 8 ضاحية بالمديرية. وأوضح مدير مديرية مغولو السيد أبراهام كيداني أن الانتخابات جرت لتبديل الإدارات القديمة بالجديدة. وأكد الإداريون المنتخبون على العمل المتفاني المخلص تنفيذا للمسؤولية التي حملها لهم الشعب. استشهد أمس 12 من يوليو المناضل ولد سلاسي عقبة قرقيش عضو سلاح والإشارة في وزارة الدفاع جراء مرض ألم به عن عمر 81 عاما. التحق المناضل ولد سلاسي بصفوف قوات التحرير الشعبية عام 1975 وخدم في مرحلة الكفاح المسلح في أجهزة الأشغال اليدوية والتجارة، وبعد الاستقلال في مصنع ديلوكس للأحذية وسلاح الإشارة. وللمناضل الشهيد ولد سلاسي عقبة قرقيش 7 أبناء، وقد وري جثمانه الثراء ظهر اليوم بمقبرة الشهداء في أسمرة. ويعرب سلاح الإشارة في وزارة الدفاع عن بالغ حزنه لاستشهاد المناضل ولد سلاسي عقبة قرقيش، ويقدم تعازيه لأسرته ورفاقه وأصدقائه. فاصل ونعد لمتابعة الأنباء على الصعيد العالمي، ابقوا معنا. أعلنت وكالة الأنباء العراقية مقتل 92 شخصا على الأقل في الحريق الذي شب بمركز لعزل المصابين بكوفيد-19 في مستشفى وسط مدينة الناصرية الواقعة على بعد 300 كيلومتر جنوب بغداد.
وقال الناطق باسم دائرة الصحة في محافظة زيقار الدكتور حيدر الزاملي إن الحريق اندلع في مركز عزل مرضى كوفيد-19 ضمن المبنى الرئيسي لمستشفى الإمام الحسين التعليمي في وسط مدينة الناصرية، مشيرا إلى أن مركز العزل الذي احترق كان فيه 70 سريرا. وأعلنت السلطات المحلية بالمحافظة حالة الطوارئ، فيما استدعت دائرة صحة زيقار الأطباء المجازين للالتحاق بعملهم. وفي نيسان الماضي وقع حريق مماثل في مستشفى مخصص لمرضى كورونا في بغداد أسفر عن أكثر من 80 قتيلا. وقالت المصادر إن الحريق سببه الإهمال في بلدة يبلغ عدد سكانها 40 مليون نسمة ومستشفياته في حالة سيئة، وهاجر عددا كبير من أطبائه بسبب الحروب المتكررة منذ 40 عاما. اتهم الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل واشنطن باتباع سياسة خنق اقتصادي لإثارة اضطرابات اجتماعية في الجزيرة وتغيير النظام فيها، وذلك قضاة تظاهرات تاريخية ضد الحكومة الكوبية. وفي كلمة بثت تلفزيونيا وإذاعيا أكد دياز كانيل وبجانبه عددا كبير من الوزراء أن حكومته تحاول التصدي للصعوبات والانتصار عليها في مواجهة العقوبات الأمريكية التي تم تشديدها في عهد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب. وأكدت الحكومة الكوبية عزمها الدفاع عن الثورة بأي ثمن في مواجهة تظاهرات غير مسبوقة. واشنطن عن كثب محذرة هافانا من أي استخدام للعنف. وأصدر الرئيس ميغيل دياز كانيل الذي فوجئ بهذه التظاهرات العفوية التي خرجت في مدن مختلفة من البلاد أمرا بالنضال إلى مؤيدي الثورة للخروج إلى الشوارع، حيث ستحدث هذه الاستفزازات الآن وفي الأيام القليلة المقبلة، وإلى مواجهتها بطريقة حازمة وشجاعة. وعلقت الحكومة الأمريكية على الوضع في كوبا، محذرة السلطات الكوبية من أي استخدام للعنف ضد المتظاهرين السلميين. أعلن وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل عقب لقائه وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد أن التكتل مستعد لانطلاقة جديدة مع إسرائيل، ولكنه ينتظر ضمانات من حكومته الجديدة حول الرغبة في إيجاد حل مع الفلسطينيين. وقال بوريل في مؤتمر صحفي أعقب لقاء مع وزراء خارجية دول الاتحاد مع نظيرهم الإسرائيلي: ننتظر أن تقدم إسرائيل رؤية سياسية لإيجاد حل مع الفلسطينيين، والاتحاد الأوروبي مستعد لمساعدتهم وإحياء مسار السلام، ولكننا ندرك أن ذلك لن يتم غدا. وكان وزير الخارجية الألماني هايكو ماس قد وصف زيارة لابيد بأنها مؤشر جيد، وقال إن الكتلة الأوروبية تسعى لاستئناف اجتماعات مجلس الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل الهادفة إلى تحسين العلاقات بين الجانبين. ويسعى الاتحاد الأوروبي لتعزيز التعاون مع إسرائيل بعدما تمكن ائتلاف ضم أحزابا من كل التيارات بقيادة لابيد من تولى رئاسة الحكومة وإقصاء اليميني بنيامين نتنياهو. والعلاقات كانت متوترة بين الاتحاد ونتنياهو الذي سعي لتهميش دور التكتل في المنطقة. ذكرت وسائل إعلام رسمية بالصين إن جزءا من فندق في مدينة سوتشو انهار، مما أسفر عن مقتل 8 أشخاص في حين يبحث عمال الإنقاذ عن 9 مفقودين. وحدث الانهيار في جزء من فندق سي جي كايوان بالمدينة الساحلية، إلى أن حصيلة الضحايا والمفقودين أعلنت الثلاثاء. وذكرت وكالة شينخوا إن التحقيق جاري لتحديد سبب الانهيار، ونشر صورا لعمال الإنقاذ وهم يبحثون بين الحطام عن أي أحياء. وسي جي كايوان فندق اقتصادي افتتح عام 2018 ويضم 54 غرفة، والجزء المنهار ارتفاعه 3 طوابق. نهاية النشرة، إليكم أبرز ما جاء فيها.
إصابة 23 مواطن بفيروس كورونا اليوم. إعداد 650 شتل أشجار للخريف في القاش بركة. زيادة مشاركة المرأة في التعليم في زرونا. مقتل أكثر من 60 شخصا في حريق بمركز لعزل مرضى فيروس كورونا في العراق. رئيس كوبا يتهم واشنطن بإثارة اضطرابات اجتماعية ببلاده. والاتحاد الأوروبي يؤكد تطلعه إلى بداية جديدة مع إسرائيل. ختام النشرة، إلى اللقاء.